مساء الخير وليلة سعيدة عليكم. الطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية، وليه بيتم تشبيه المذكر بالشمس والأنثى بالقمر؟ كل شيء في الطبيعة هو موجود عشان احنا يخدمنا. فالشمس هي مركز القوة، هي رمز القوة، كل حاجة بتدور حوالين الشمس. القمر هو الجاذبية، هو المغناطيسية، هو السحر، هو الجمال. فالمذكر في علاقة توأم الشعلة فعلا هو بيكون مركز القوة، هو بيتم اتهامه بانه هو شخص نرجسي بيألم توأمته، مش مدي العلاقة الأهمية اللي المفروض تكون عليها. اتهامات كتير جدا، والاتهامات دي بتضعف في الاتحاد وبتضعف التواصل وبتضعف الرابط. طيب الأنثى لها دور في العلاقة مهم جدا، وهي القائد الروحي اللي في العلاقة، ولكن الاتنين ليهم أدوار، ودور المذكر مهم جدا جدا، وممكن كمان يكون أهم من دور الأنثى. يعني الأنثى لما تقوم بالعمل الداخلي وتوصل للاتحاد الداخلي، طيب بعد كده مين اللي هينقل العلاقة دي لأرض الواقع؟ لو هي عملت كل ده ومفيش دور للمذكر، مين اللي هينقل ده لأرض الواقع؟ مش هيتم نقله لأرض الواقع. يبقى إذن هو كمان له دور، ولكن له دور من البداية خالص. دوره من البداية خالص بيلعب دور انه الترك، ان هو يكون يترك توأمته، يترك توأمته عشان خاطر هي تتشافى، عشان خاطر تقوم بالعمل الداخلي، عشان خاطر تمر بالليالي المظلمة، عشان تدخل في الأنوثة الحقيقية والطاقة الحقيقية اللي هي المفروض تكون موجودة عليها. فهو بيلعب دور ان هو لازم يبان انه تارك الأنثى، انه مش مقدر العلاقة. هي طبيعة الاتصال كده، طبيعة العلاقة كده. طيب له دور كمان لما الأنثى بتقوم بالعمل الداخلي، وهو كمان يقوم ويوصل لشكرة التاج ويفتح شكرة التاج، بيبتدي انه هنا يكون في منتهى القوة زي الشمس، عشان يظهر العلاقة ويجسد العلاقة على الأرض. وده شيء محتاج قوة كبيرة جدا، وشيء مش سهل انه يقوم بتجسيد الاتصال على ارض الواقع. مهمة مش سهلة. اذا الاتنين ليهم ادوار في علاقة التوأم. هو لو ما قامش من البداية بدور التارك لمحبوبته، هي مش هتتشافى ومش هتخش في الانوثة بتاعتها.